السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم أمي وأبي وجميع أموات المسلمين، اللهم أمين. يا مساء السعادة والتفاؤل على عيونكم، أحلى أخوات في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة طبعا جايبة مشتريات رمضان. طبعا لو وصلتوا للحتة دي ما تنسوش تحطوا لايك لأختكم، وكمان تكتبوا لي تحت كومنتات وشير للفيديو. طبعا نزلت، وعلى فكرة السوبر ماركت دوت او العطارة ديت جنب البيت عندي، فانا نزلت كانت حوالي الساعة 12 بالليل، انا وجوزي، وجبنا كل حاجة في ثانية وجينا على طول. طبعا انا كان ناقصني حاجات كتير في بقالة البيت وكده، وجبنا يميش رمضان، وهنا جايبة بلح عشان خاطر اوزعه. جبت الورق الفل دوت، وجبت الاسترتش عشان ان شاء الله هعمله، بس هعمله في فيديو تاني غير الفيديو ده، لان في الفيديو ده انا تعبت جدا جدا. انا هنا صورت على يعني اليوم كله كامل، بس خليت الفيديو على نصين عشان الفيديو ما يطولش عليكم. وهنا طبعا ازاي الباترينتين دول هياخدوا الحاجات دي كلها، انا بدبرها، وان شاء الله لما بسمي كده كل حاجة بتتظبط. اول حاجة جبتها وكانت ضرورية جدا هو زيت القلية، وجبت خل هنا اللي هو هاينز، احسن خل صراحة للاكل، اما انا عندي ازازة خل للغسيل وكده. جبت باكيتة ملح، ودي ضرورية تكون عندي عشان خاطر احنا ساكنين في الدور السادس، فمش كل شوية لما بتنقص حاجات اخلي الاولاد ينزلوا كده عشان بيتعبوا من السلم، ومفيش عندنا اسانسير سوري والكلام ده وكده. فهنا جبت برضو شوية رز، بس خليت الراجل يعبهولي كيلوهات، يعني الشكارة كلها عملتها اكياس على كيلو. مرضتش اجيب هنا مكرونة سايبة، وجبت مكرونة اللي هي اكياس. وهنا الرز برضو بشيله على جنب عشان انا هرص دلوقتي كل حاجة، بس بوريكم. جبت صوص صويا صوص، وجبت دقيق بتاع مثلا قلي سمك او كده، وجبت دقيق اللي هو بتاع المخبوزات. بدل ما اجيب بطرمانات الصلصة جبت اللي هي البواكي الصلصة، لان الباكو دوت يعتبر معلقة، بدل ما بتحطي المعلقة كده في الصلصة والصلصة يجي عليها عفونة والكلام ده كله، هاتي البواكي دي افضل لك. عايزة معلقتين تحطي باكوين، عايزة 3 تحطي 3. جبت هنا بقى طبعا نسكافيه، وجبت شاي اخضر، جبت فشار، جبت ايه تاني، الفول المدشوش. كل سنة وانتم طيبين زي كل سنة، يا ربنا ما يقطعها لنا عادة. طبعا ما لقيتش عند الراجل الا 1.5 كيلو بس من رز الكبسة. جبت ام علي، ودي كمان ابني شبط فيها ام علي ديت، انا ما كنتش هجيب يعني، لان احنا في رمضان هنعمل كنافه وقطايف وكده يعني، وجلاش والحاجات الحلوه بتبقى كتير. جبت علبه صوبيا، وجبت علبه تانج برتقان وتانج اناناس، محبش احنا المانجا. جبت بيكنج باودر، جبت فانيليا اكياس سايبه، ما لقيتش ساعتها اللي هي العلب. جبت عسل نحل، جبت باكتتين او باكوين مرقة دجاج لحمة ومرقة دجاج فراخ. جبت التمر دوت اللي هو كورة كده، قال لي خديها واستعمليها وجربيها هتعجبك. جبت صوص بابريكا، وجبت 3 لفات جلاش، وجبت بالسمبوسة لفتين سمبوسة. كل سنة وانتم طيبين بقى، رمضان شهر الأكل بقى، إنه شهر الصوم والعبادة، بس احنا ايه برضو العبادة وكل حاجة، بس احنا برضو الأكل بيبقى ضروري، كل يوم لازم يبقى فيه أكل شكل، ولازم تكون الحاجة موجودة. الأولاد بيبقوا صايمين وبيتعبوني وما بيرضوش ينزلوا. هنا بقى الحاجات ديت بقى زي ما انتوا شايفين، جبت فستق، لوز، عين جمل، الحاجات بقى اللي هي ايه اليميش بتاع رمضان وكده. وجبت لفتين قمر الدين. جبت ايه تاني يا ناهد، جبت ايه تاني، وجبت جبت اللي هي الحاجات بتاعه الخشاف، اللي هي المشمشية والتين والكلام ده كله.
بس كده هنبدأ بقى الحاجات دي كلها نرصها مع بعض يا هنقعد شوية اكتر كده عقبال ما نرص. يعني انا عندي مشكلة المطبخ، زي كل مرة بقول لكم المطبخ عندي ضيق جدا، بس ربنا يوسعها عليا يا رب ويعوض صبر خير. هنا بوريكم الورق الفل دوت والستريتش، وجبت اكياس كده عشان لما اوزع الاطباق اوزعها في الكيس. يلا تعالوا نبدأ بقى مع بعض. فضي الباترينا دي كلها. وفي ناس كتير على فكرة لما عملت انا المشتريات بتاعت رمضان اللي فات، في ناس كتير قالوا ايه ده، ازاي الضرفتين دول هيشيلوا الحاجات دي كلها؟ انا يا جماعة بخلي كل حاجة ببركة ربنا كده، نسمي بالله كده، وكل حاجة هتيجي وكل حاجة هتترتب وهتبقى زي الفل. والحاجات دي كلها هتدخل في الضرفة اللي انتوا ضرفتين اللي انتوا شايفينهم دول ومستقلين بيهم. انا هنا طبعا الظرف عندي نظيفة، يعني انا على طول ايدي في الظرف اللي هي بتاعت الخزين ديت، عشان انا بحب على طول بحتة مبلولة بشوية خل واقوم منضفة الضرفة وعلى طول بسحب الحاجات، عشان طبعا انتوا عارفين المكان بتاع الخزين اللي هي البقالة وكده، ممكن كيس عندك يبقى مركون يسوس يبوظ، والضرفة بتبقى مقفولة وكده، وهي اي ضرفة عايزة لها زي ايه تهوية وكده. يلا بقى نسمي بالله ونبدأ. ايه جبت بقى بتاعة الرز بقى، قلت انا هحط الاكياس مش هفضيها، هحطها كيلوهات كده. حطيت جزء من الاكياس في قلب العلبة اللي انتوا شايفينها دي، والجزء التاني حطيته فوق العلبة على اساس ان انا لو عوزت اجر الكيس بكيسه كده. على فكرة ده شوال رز تمام، بس انا خليت الراجل يوزنهولي ايه كيلوهات زي ما انا قلت لكم في بداية الفيديو. هنا بتاعت المكرونة دي حلوة جدا جدا، عايزة اقول لكم ان هي اختراع بجد يا كوتش. اخدت حوالي 3 اكياس مكرونة او 4 كمان، يعني بجد بجد. اللي اخترع الحاجات دي اللي هي المنظمات بتاعة المكرونات والحاجات دي، يعني بجد فنان. هنا طبعا انا ببدأ ارص، وكل شوية ازازة الزيت مش خسارة ان هي مش هتدخل هنا في الضرفة، هشوف لها اي صرفة بقى واحطها مثلا ممكن في باترينا من الباترين اللي تحت دي. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا الرصه دي كل شويه اغير واحط. هنا حياة بتلعب فخبطت الستاند، حياة دي مشكله. عايزاكم الايام اللي جايه دي تقفوا معايا كتير في اللايك على الفيديو، وكمان الشير، وكمان الكومنتات اللي دايما بتديني طاقه ايجابيه وتخليني استمر واكمل. بجد بجد القناه ديت بالنسبه لي هو حلم حياتي، ان القناه بتاعتي تكبر. واكيد مش هتكبر، مش انا اللي هكبرها، انتوا اللي هتكبروها لو حبتوني طبعا. وان شاء الله تحبوني، لان انا بحبكم جدا جدا في الله، وكمان بحب انقل لكم كل حاجة انا بجربها في حياتي. هنا برضو كان عندي طقومة التوزيع، على فكرة انا مش جايبة طقومة توزيع كتير لان انا الظرف هنا عندي محكمة. طبعا انا الايام اللي فاتت دي كنت بكلمكم كتير ان انا هجيب العفش وهفرش والكلام ده كله. بس انا طبعا اتأخرت في الموضوع دوت بسبب في مشاكل، شوية مشاكل كده عائلية وكده، فان شاء الله تتحل. واعزل ان شاء الله، لان انا مش ناوية اقعد هنا كتير. وادعولي، انا محتاجة الايام دي دعوات كتير جدا جدا منكم ان انا اعزل ان شاء الله. وبقى ان شاء الله ربنا يكرمني بمطبخ واسع وبشقة العمر زي ما بيقولوا كده، اللي انا بحلم بيها، بتقسيمة بغرفة للصبيان وغرفة للبنات. لان انا برضو من الحاجات اللي انا بتضايق منها في الشقة عندي ان هي عندي الشقة عندي يعني غرفتين وكده، فيعني الاولاد والبنات نايمين في غرفة واحدة كل واحد على سرير، فانا مش حابة حاجة زي كده. فربنا يوسع علينا يا رب ويفك كرب اي حد متضايق او اي حد زعلان في ايام مفترجة زي ديت. ادعوا لي بالله عليكم، ادعوا لاختكم ربنا يسهل لها الحال ان شاء الله واحقق كل احلامي.
طول ما انتوا معايا ان شاء الله. طبعا انا ما بحبش اطلع في الميديا واقعد اتكلم واحكي عن المشاكل اللي بتحصل، وانتوا عارفين ان المشاكل ديت ما بتخلص من اي بيت. المشاكل موجودة في كل بيوت، مش هقول لكم مصر بس، العالم كله. تمام. فربنا يا رب يفك كرب اي حد متضايق، او اي حد مهموم، او اي حد يعني مخنوق. فبس كده نرجع تاني نشوف. احنا بقى هنا حطيت السلة ديت، انا كنت حاطة فيها خضار، وفي التلاجة اخدتها وقفت فيها كل الازايز بتاعة الصوصات. ودخلت علبة السمنة. انا عندي علبة بستخدمها بس جبت علبة جديدة عشان يكون كل الحاجة موجودة عندي وكده، محتاجش حاجة. لان زي ما انا قلت لكم الدور عالي قوي على الاولاد وبيتعبوني صراحة عقبال ما بينزلوا. هما بيبقوا صعبانين عليا، بس ببقى مضطرية مثلا عايزة مثلا شوية ملح، فعشان كده انا جايبة باكيتة ملح، عايزة فلفل، عايزة كمون، عايزة مش عارفة ايه وكده. فانا بجيب الخزين كله ان شاء الله. ده الخزين دوت يكفيني شهر رمضان كله، كمان يفيد لبعد رمضان ان شاء الله. هنا برضو في عندي العلبة ديت، على فكرة هقول لكم على فكرة حلوة قوي. اي علبة عندك من العلب اللي انت بتجيبيها عشان تحطي مثلا فيها اكل وكده في التلاجة، لو اتكسرت من تحت خلوها، ما ترموهاش. ممكن تستفادوا منها زي ما انا استفدت كده. رصصت فيها اللي هي البواكي بتاعة الطماطم، اللي هي صلصة الطماطم، وكمان اللي هي باكوين مرقة الدجاج. هنا طبعا الصوص البابريكيو والعسل، وكان في عندي بطرمان مفتقة، ده كله هحطه في التلاجة عشان بس هنا ما ياخدش مكان. بوريكم من العلبة مكسورة، بس هنستغلها في حاجات زي اللي انا حطيتها دي. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تستغلوها. خليت العلب بقى بتاعت العصاير زي ما هي، هناخد باكت من العلب. لان طبعا عندي الظرف ضيقة ومش هينفع، مفيش مكان ان انا اقعد ارصص في علب وكده. عايزه اقول لكم ان كل حاجه بطلعها لازم بمسحها بحته كده مبلوله اللي هي بالخل، وبعد كده بنشفها بمناديل. هنا بقى انا جبت كيسين فيجيتار. ليه؟ هوريكم الخلطة اللي انا دايما بعملها. بحط كيسين فيجيتار على مثلا شوية بقسماط على فيجيتار سايب. تمام. وفي الخطوة هنا برضو ممكن تضيفي مثلا ربع كيلو دقيق. انا هنا العلبة طلعت يا دوبك، انا عايزة اقلبها بقى، فانا هجيب كيس هدلق ده كله فيه واقوم مقلباه كده. حلوة قوي الخلطة دي، تنفعك للبانيه، للبفتيك، تنفعك لأي حاجة انت حابة تقليها. اهو بس كده خلصت. طبعا ديت انا بحطها على التلاجة على طول، مش بحطها في الظرف، ولا الدقيق ولا البقسماط ولا الحاجات دي تتحط في الظرف. هي يا دوبك المكرونات بس والايه البواكي اللي هي بتبقى مقفولة. وهنا الدقيق هربطه في كيس كده وهحطه في التلاجة. طبعا ما ينفعش، كان ممكن احط الاتنين في علبة واحدة، بس انا زي ما انا قلت لكم جايبة واحد اتبل فيه بيه السمك، اضيف للبانيه كده، والتاني للمعجنات وكده. هنا حتى الفشار حطيته في علبة. يعني كل حاجة في علبها بتبقى احسن من الاكياس وكده. ولو كان عندي علبة كنت كمان ضفت. وعلى فكرة العلب المكسورة اللي عندكم ممكن كمان تحطوا فيها الرز. يعني انا لو ما كنتش استخدمت العلبة اللي تحت دي للبواكي بتاعة الصلصة، كنت هحط فيها 1.5 كيلو بتوع الرز السعودي دول، عقبال ما الراجل وكده موعدني ان هو هيجيب لي تاني، لانه بسم الله ما شاء الله الرز بتاعه جميل جدا جدا والسحب عنده جامد. ففي حاجات برضو انا جبت منها كميات قليلة، لان دي كانت اخر حاجة. وانا اساسا يعتبر اتأخرت جدا في المشتريات بتاعة رمضان. هنا بقى الكاجو والفستق وعين الجمل والبندق واللوز، الحاجات دي كلها بتبقى جميلة جدا جدا. طبعا مش على طول بنجيبها، بس بنجيبها في مثلا مناسبات، مناسبة رمضان، الأعياد والكلام ده كله. وأوقات بنجيبها في الأيام العادية، بس يعني مش بنجيبها على طول بطريقة مستمرة.
هي دي بشاير رمضان، ورمضان كريم على كل اخواتي اللي بيسمعوا الفيديوهات بتاعتي. ولو وصلت للحتة دي ونسيتي تحطي لايك، اجري بسرعة حطي لايك لاختك. وهنا دي العلبة دي كانت علبة السكر، بفضي انا فيه كيس سكر كده عشان خاطر طبعا ما ينفعش يكون في اكياس سكر كده مفتوحة في الباترينا، ممكن تقع وتبهدل الدنيا. يعني هو النظام حلو يا جماعة والله العظيم، وكل ما المكان عندك كان واسع كل ما كنتي هتبقي واقفة مرتاحة. بس الحمد لله محدش بياخد اكتر من نصيبه. بس بالله عليكم ادعولي الايام اللي جاية دي، لان انا بدور على شقة وهنقل ان شاء الله هعزل. فيعني انا عارفة ان الموضوع دوت مش سهل، هاخد وقت طويل وفترة طويلة عقبال ما ربنا يكرمني ان شاء الله، وانا مش مستعجلة. هنا لقيت بنوتي داخله عليا لان اليوم دوت كان يوم عيد الام، لقيتها جايبالي كده كارت حبيبه قلبي عوده. جايبالي ايه بقى؟ جايبالي سباحه اللي هي بتتحط في الصباع ديت، وجايبالي كارت كده جميل جدا. انا فرحت جدا جدا والله العظيم، فاجئتني بجد، كنت مبسوطه جدا. وانا منزله لكم على فكره الفيديو ده بتاع الحاجات بتاعت عيد الام اللي الاولاد جايبها لي قبل الفيديو ده. شوفوه برضو ويتفرجوا عليه من اول للاخر وحطوا لي لايك. طبعا انا هعمل فيديو تاني وانا بعمل الاطباق بتاعه البلح، لان خلاص الفيديو ده كان طويل جدا جدا وكان فيه رغي كتير جدا جدا، وانا خلصت خلاص الحمد لله. طبعا وبرضو الفيديو بتاع الفول المدشوش هعملها لكم في يوم تاني خلاص. وجبت كمان ترمس، وجبت كمان حمص، وجبت كل الحاجات حتى حاجة العيد. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على احلى اخوات في الدنيا. وما تنسونيش في اخر الفيديو زي ما انتم متعودين دعوة حلوة لاختكم ام حياة، وباي باي.